ممكن تلخبط اوراق دياز قبل لقاء السبت مع النصر؟ والله شوف يعني الزول مبتعد فتره طويله الموسم هذا كله. شوف خلينا نتكلم بصراحه. ما اللي يقول ما حتأثر يعني يسمح لي، لا حتأثر. لأن ياسر من الأوراق الرابحة اللي عنده القدرة اللعب 90 دقيقة بنفس الرتم، صعود وهبوط صعود وهبوط في الناحية الهجومية والعودة إلى الناحية الدفاعية بالمجهود البدني، دائما المساندة من الناحية الهجومية ودائما أيضا التغطية في الناحية الدفاعية. فأنا أعتقد أن استمراره هو ركن ثابت في الدفاع الهلالي في الجهة اليسرى زي ما هو البريك الآن في الجهة اليمنى. أعتقد أنك أنت تيجي تقول لي بالنسبة للزوري، أنا الآن ما أجي أقدر أحكم على الزوري لسبب معين. الزوري الآن عنده أكثر من 3 شهور وهو في يعاني من مشكلة أساسا عملية، وعلى أساس أنك أنت تأهله احتاج له إلى فترة طويلة. هو الآن يعود مكان الإصابة أيضا مكان خطير وحساس، بغض النظر عن أنه مكان خطير، ولكن فترته وابتعاده عن اللعب في المباريات الرسمية أنا أعتقد أنها لها تأثيرها. ولما تعود في المباراة أيضا رتمها عالي، أي ومنافسة فيها قوية وخروج مغلوب والخطأ محسوب أساسا. يعني أنت ممكن بالعودة هذه ممكن يحدث مني خطأ، أنا كلاعب ممكن يحدث مني خطأ لأني أنا مبتعد فترة طويلة عن المباريات الرسمية، أيضا مبتعد عن حساسية الكرة، مبتعد حتى عن الدخول في الأجواء هذه التنافسية العالية. فأنا أعتقد أنه ما حتأثر، لكن ممكن توجد الحلول أنت لها كمدرب، وعندك لاعبين ممكن توجد الحلول لها، بس ممكن أيضا الفريق الآخر يستفيد منها يستفيد منها لأن حتكون هي ليست بالصورة المطلوبة سابقا، لأن الهلال يعتمد على أطرافه اللي هم البريك وياسر الشهراني. هذه النقطة الأولى اللي احنا الجميع يتفق عليها، أن الهلال دائما من الأطراف. فإذا أنت فقدت طرف يبدأ على الطرف الثاني حيصير الحمل كله على الجهة اليمنى فقط، على جهة، بدل أن تلعب على جهتين ممكن تلعب على جهة. نقول ما في شك أنها حتغير من حتى مخططات حتى بالنسبة لأي إصابة. شوف اللاعب له دور، يعني مثلا سالم الدوسري هو ما يلعب الآن الفترة الماضية بس كان ورقة رابحة هنا. شفت الفرق؟ ورقة رابحة. الورقة الرابحة أحيانا يمكن يكون لها دور أكثر من اللاعب الأساسي. صحيح. أنت تعرف الورقة اللي أنت تستعملها، زي مثلا المنتخب السعودي فهد المولد كان عندنا ورقة رابحة من الدقيقة 70 من 65 خلينا نقول، زين غير نتيجة 3 مباريات. صحيح. استراليا، الإمارات، الإمارات والعراق في ماليزيا فغير نتيجة 3 مباريات، فأنت افتقدته. يعني حتى لو كان في المباراة زين افتقدته أنت، كان هو ورقة رابحة ليه؟ لأن